السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم على ملخص الأسبوعي لمنصة رامبل التابعة لساندر لتداول الأوراق المالية. جالي إيميل بيهم بيقولوا لي إيه آخر المجريات والتوصيات الأخيرة وأداء الأسهم في الأسبوع الأخير من شهر فبراير. طبعا هنا جايب لي الأسهم وتوزيعاتها. هنا في نوعين يا جماعة من التوصيات الخاصة برامبل. أول حاجة توصية أساسية. التوصيات الأساسية ديت هي التوصيات على المدى الطويل، يعني يا جماعة بتاخد فترة على تحقيقها، بس هي معتمدة على أساس مالي وفني. تحليل مالي وفني. طبعا التحليل المالي والفني لما تكون التوصية عليهم تبقى بتوصية قوية جدا، بس المشكلة فيها ان هي بتبقى على المدى الطويل. يعني الناس اللي بتحب تضارب وتخش في السهم، اول ما تخش يكون في ارتفاع عالي ويبقى في جني ارباح سريع، طبعا التحليل الاساسي مش هينفع معاهم او مش هيناسبهم، لان بيبقى بياخد فترة زمنية اطول وبيبقى في صعود وهبوط. فأغلبية الناس بتبقى بتحب التحليل الفني أكتر، لأنه معتمد على ان انت تخش تشتري السهم النهاردة، في خلال اسبوع اسبوعين بتحصل على ارباح ممكن توصل من 6 و7 و8%، وتوصل ل 18 و20%. طبعا الكلام ده مش في كل الاسهم، بس بيبقى في اغلب الاسهم في التحليل او التوصيات الفنية فقط. لكن التوصيات الاساسية اللي هم دلوقتي بيكلمونا عليها، او الجدول اللي قدامكم دوت عليها، هي توصيات على المدى الطويل. طبعا اول سهم هو سهم الصناعات الهندسية والمعمارية. طبعا ده حقق 44 في المية من تاريخ التوصية عليه. ده الأداء المحقق حتى آخر جلسة يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024. طبعا سهم تعليم، نسبة الأداء بتاعته 41%. طبعا أنا مش هقول لكم طبعا الشاشة قدامكم، بس أنا هتكلم على كام سهم مهمين جدا أنا شايفهم من وجهة نظري إن هم السهمين اللي أنت ممكن حاليا تضارب فيهم، وأسعارهم كويسة جدا. بس يعني انت مش هتخش وتستنى لغاية الاخر، انت هتخش تشتري وهتستنى فترة وجيزة، فترة قليلة جدا، يعني من اسبوعين لشهر بالاكثر، وهتحصل على عائد متميز. اول سهم هو سهم اسك. هو دلوقتي هم كاتبين اللي هو تالت سهم، هم كاتبين ان هو حقق 40%. طبعا السهم دوت ان شاء الله هو منتظرين منه 56 جنيه، و يعني منتظرين منه اداء اعلى من اللي هو فيه دلوقتي بكتير. تاني سهم فيهم هو سهم اوراسكوم، اللي هو ORAS. هو حقق إلى الآن 9% أداء. طبعا هو بيعمل عملية توزيع أرباح على مرحلتين. طبعا السهم ده متميز جدا جدا جدا. تالت سهم آسف، هو سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، وده القطاع الدوائي. طبعا من أهم برضو الأسهم إن هو عمل ارتفاع رهيب جدا. هو دلوقتي محقق أداء 15.8%. ده بالنسبة للأسهم اللي ليها تحليل الأساسي. طبعا نيجي هنا للنوع الأسهم التاني اللي هو التحليل الفني. التحليل الفني هنا يا جماعة أول سهم هو سهم إيبكو للصناعات الدوائية، محقق 18.5%. احنا عايزين برضو نتكلم على كام سهم معينين. سهم ابن سينا فارما، ده يا جماعة اللي انا وصيت عليه وقلت لكم ان هو من الاسهم القوية جدا 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 جدا، والمضارب فيه دلوقتي يعني بيحاول يخرج الناس بالسهم، وعامل ماسك السهم فعلا عند مستوى سعر معين. السهم ده اول ما هيطلع انا هاجي هعمل فيديو عليه واكلمكم. يا جماعة السهم ابن سينا فارما التوصية عليه بنسبة 65% أرباح، حقق خلال أسبوعين 11% بس. يعني أنت لسه منتظر
54% أرباح. يعني قول 50%، يعني انت نص فلوسك انت واخدها أرباح، ودي في فترة وجيزة، لأن التحليل الفني بيعتمد على المدى القصير. طبعا تاني سهم زهراء المعادي. زهراء المعادي ده برضو من الأسهم القوية، هو محقق لغاية دلوقتي 9%. تالت سهم اللي أنا عايز أكلمكم فيه هو سهم المصرية الكويتية بالجنيه. طبعا السهم دوت هو سهم رقم 6، محقق دلوقتي 4.5%. السهم ده يا جماعة برضو من الأسهم القوية. بس انت لو عايزني اقول لك ترتيب الأسهم، هو أول سهم فيهم ابن سينا فارما، بعد كده الكويتية المصرية بالجنيه، بعد كده زهراء المعادي، وانت ليك حرية الاختيار بعد كده. بس انا قصدي اقولك ان الاسهم ديت من الاسهم القوية جدا، والمنتظر فيها اداء عالي جدا جدا خلال الفترة القادمة. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وربنا يكرم الجميع.